السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وعافية. اليوم وصفتنا هي طريقة عمل كبة برغل المقلية. بديت انا اول شي بلشت رأسا وياكم حتى لا يطول الفيديو عليكم. جيت اول شي المتابعين يعرفون اني ما احمس اللحم، لازم اسلقه شوية بالمي، اضيف له كوب مي ينسلق واشيل الرغوة مالته فوق الزفارة. بعدها من ينشف شوية راح اضيف البصل واضيف المعدنوس. طبعا المعدنوس اختياري، تردون تضيفوه او لا. طبعا البهارات ضرورية جدا، تنطيها طعم للكبة مميز. اجي ضفت بهارات، يعني هاي 7 بهارات اذا عندكم، او بهارات كاري، بهارات لحم، والكركم وفلفل اسود شوية. وهنا عندي جيت خليت المعدنوس، طبعا المعدنوس اني اجمده حتى شو وقت ما احتاجه اطلعه، فهنا كان جامد نسيت اطلعه من وقت. رأسا خليته هو راح يموع ويذبل بالحرارة. وهسه هنا آخر شي جبت الملح خليته بعد ما المواد كلها تماسكت وياي، صارت الحشوة عندي جاهزة. هسه نجي إلى عجينة البرغل. جبت هنا 3 أكواب من البرغل. طبعا البرغل ترحون هو أبو العطاريات، أبو البهارات. بس قولوا له اعطيني برغل مال كبة، هو راح يعطيكم هو مخلوط جاهز، يعني بدون ما تخلطوه، ناعم وذاك الخشن. بعد ما ضفت 3 قلاصات برغل راح اجيب كوب من السميد الناعم مال بسبوسة. طبعا ينطيها لون وينطيها هشاشة للكبة. راح اخلطهم هنا زين. بعد هي راح اجيب اضيف شوية من البهارات، كمية قليلة من البهارات وكركم والملح. نخلطها زين. بعدها راح اجيب اضيف المي، تضيفون المي شوية شوية. هنا اخذت هذه الكمية عندي 1.25 من المي، تخلطون بيها. بعد ما تخلطون قلاص الاول تضيفون مي، تخلطوه وتضيفون قلاص الثاني هم تخلطوه. شوفوا النتيجة شلون راح تصير الى ان تصير عندكم عجينة متماسكة، تصير لينة كلش. بعد ما تماسكت العجينة راح اتركها ترتاح. بعد شلون لينة صارت عندي، راح اغطيها بنايلون واتركها لمدة نص ساعة الى ساعة الى ان يمتص المي مالتها. هذا الربع كوب ضفته اخر شي. ونغطيها بنايلون ونتركها مثل ما قلت لكم. وهاي بعد مرور ساعة، بعد العجينة شلون صارت عندي متماسكة ويعني تمتد بسهولة. تقدرون تشكلوها وخفيفة تصير عندكم كلش، ما تصير ثخينة. اهم شي بكبة البرغل انه ما تصير ثخينة عندكم، حتى بالتقلى تطلع طيبة. هنا راح اجيب جدر او طاوة عريضة، تضيفوا لها شوية ملح وشوية بهارات لان راح نسلق الكبة بيها. هنا جيت ضفت كيس نايلون وادهنوه بالزيت حتى لا تلتصق عندكم العجينة. وطبعا العجين تشكلوه يعني حسب الكبر اللي انتو تردوها صغيرة او تردوها يعني كبيرة كلش. انا هنا احب اسويها صغيرة، وتحبون هنا تفتحوها بايدكم او تحبون تفتحوها بهذا الخشب. هنا انا ما سيطرت عليه، راح افتحه وبعدين ارجع لكم. بعد ما فتحته مثل ما قلت لكم هاي الحجم اللي انتو تردوه، انا راح اسويها صغيرة، احبها صغار. ضفت هنا الحشوة، بعدها راح اجي اضيف هذه القطعة فوقها. اهم شي القطعة تخلوها على الكيف وتضغطوها حتى يطلع الهواء من عندها، ما تنفخ وتنفتح عندكم.
بعدها تجيبون أي شي، طاسة، قطاعة عندكم، أي شي متوفر عندكم، ماعون، تكون حواف مالته شوية حادة، تضغطون عليه وتشيلون الحواف الزايدة، وراح يطلع عندي هذا الشكل. راح أشيله وأخليه بهذا بعد ما فار المي. طبعا إيدكم تدهنوها شوية بزيت حتى لا تلزق بالإيد، وراح أنزلها على كيف. راح أتركها إلى أن هي تطفو اللي فوق تطلعوها. هنا أنا ضفت هاي 3 كميات ضفت، من تطفو اللي فوق تطلعوها يعني استوت، وما تحركوها إلى أن تطفو طلعوها. وهنا طبعا تجيبون مصفي تخلون المي يصفى من الكبة. وهاي يعني كملت الكمية كلها، طلعت عندي طبعا طلعت عندي 6 7 8 9 قطع طلعت عندي. اصفوها وبعدين تخلوها بصينية، تحبون تجمدوها تخلوها بكيس نايلون، كل وحدة بكيس نايلون، وتجمدوها لا تخلوها وحدة فوق الآخر، أو تردون تقلوها مباشرة، هاي بعد اختيارية يمكم. هسا أنا راح أقليها وأشوفكم النتيجة النهائية شنو. هاي صارت عندي بعد ما قليتها، شوفوا لي اللون شلون صار ذهبي حلو لونها، لأن خليت بيها سميد وهشة كلش. وراح أفتح لكم وحدة بطنها، شوفوها شلون حلوة والحشوة مالتها مبينة. طبعا سووها بالبيت أحسن من تشتروها من برا. شوفوا الجمال. وهاي النتيجة النهائية، إن شاء الله يا رب عجبتكم. جربوها وعطينا رأيكم، أكيد 100% راح تضبط عندكم، مقادير مضبوطة. وألف عافية عليكم، لا تنسون لايك واشتركوا بقناتي حتى يوصلكم كل فيديو جديد.